سادتي الأحبة مشاهدي متابعي شباب سبورت الفضائية في كل مكان، نعتذر عن هذا الخلل الفني وننتقل وإياكم إلى ملعب زاخو الذي يحتضن مباراة اليوم التي تجمع بين أبناء الخابور زاخو والطلبة ضمن منافسات الجولة الثامنة في يومها الثاني. فريق نادي الطلبة لمن فاتته مشاهدة الصورة بالتأكيد يرتدي لاعبوه الملابس الزرقاء الموشحة بالسراويل السود، وفريق نادي زاخو يرتدي لاعبوها الملابس الصفراء الكاملة. هذه واحدة من الهجمات الخطرة لفريق زاخو في اللحظات الأولى. دخلنا الآن في الدقيقة 16 من عمر المباراة أو دقيقة 18، ونعتذر مرة أخرى لمشاهدينا الكرام عن هذا الخلل الفني الطارئ والذي أثر على عدم نقل الدقائق الأولى من عمر هذه المواجهة. مباراة فريقي الطلبة والنجف أعزائي المشاهدين، والتي تجمع بين صاحبي المركز السادس والسابع في لائحة الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم. وإلى تشكيلة الفريقين في حراس المرمى بالنسبة لفريق نادي زاخو: محمد شاكر رقم 12، هيليو مونتيرو، كايك أوليفيرو، شفان جميل، أمجد وليد، ياسر قاسم، حسين منذور، فيبور سيلفا، برونو أوليفيرا، فرانك سيدريك، ومحمد جواد. أما تشكيلة فريق نادي الطلبة: في حراسة المرمى دولفان مهدي، فراس فنجان، حمزة عدنان، حمود مشعان، زيد تحسين، ياسر نعيم، إدريس نيانج، علي صلال، ستيفن بافور، زياد أحمل، ومحمد زامل. الكرة الآن لمصلحة فريق نادي زاخو اللي يآزر اليوم جمهور كبير حضر إلى ملعب نادي زاخو الذي يتسع ل20,000 متفرج، وبالتالي مؤازرة جماهيرية كبيرة لأبناء الخابور في هذه المباراة المهمة لكلا الفريقين. فريق نادي الطلبة صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة، وهذا هو حمزة عدنان مدافع فريق نادي الطلبة في هذه المباراة. والآن خطأ، أعتقد خطأ لمصلحة فريق نادي الطلبة. حمزة عدنان لاعب منتخبنا الوطني السابق، وخطأ لمصلحة فريق نادي الطلبة في هذه المواجهة التي تحمل الرقم 15 ما بين الفريقين. التعادل السلبي لا يزال يسيطر على أجواء هذه المباراة. فريق نادي الطلبة يحاول تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة هذا اليوم والاقتراب أكثر من لائحة المتصدر أو الفرق الثلاثة المتصدرة حتى الآن في جدول الترتيب. أما فريق نادي زاخو فيعول على تحقيق نتيجة إيجابية مدعوما بهذه الجماهير الكبيرة اللي نشاهدها في الجهة المقابلة للمقصورة، والتي تتواجد بكثافة من أجل مواجهة أو من أجل مساندة فريقهم في هذه المباراة. هذا هو الدولي لاعب منتخبنا نجم منتخبنا الوطني السابق ياسر قاسم اللي انضم لزاخو في هذا الموسم. ياسر قاسم واحد من الأسماء المعروفة على مستوى الكرة العراقية، ملعوب الكرة بالخطأ راجع يسيطر عليها زاخو من جديد. لاعب فيبور سيلفا البرازيلي تقطع، هذا اللاعب ايضا من نادي الطلبه. ادريس نيانج هجمه ولكن مقطوعه لمصلحه فريق نادي زاخو. تلعب الكره في البعيد والى رميه تماس لمصلحه نادي زاخو. هذا هو اللاعب ادريس نيانج السنغالي، وتماس لمصلحه فريق نادي زاخو في الجهه البعيده. تماس لمصلحة فريق نادي زاخو صاحب المركز السابع في هذا الترتيب حتى الآن بعد نهاية الجولة السابعة. وتلعب الكرة إلى جهة اليسار، محاولات جديدة لفريق نادي زاخو حتى هذه اللحظة يبحث عن هدف التقدم الأول في هذه المواجهة. كرة في المنتصف، كرة طويلة رأسية ما سيطر عليها، مبعدة من دفاعات الطلبة. إدريس نيانج في المنتصف، محمد زامل يحاول يسيطر على الكرة راجعة إلى الخلف، مقطوعة رأسية، كرة حائرة وغير مستقرة مبعدة من فراس فنجان إلى الخارج، وتماس جديدة لمصلحة زاخو في هذه المباراة. الدقيقة 23 يا من تتابعونا في كل مكان، وتلعب رمية التماس 4 لاعبين محترفين في صفوف نادي زاخو في هذه المباراة. إذن زاخو يخوض مباراة هذا اليوم
بصبغة برازيلية. هناك هيليو مونتيرو يحمل رقم 4، وأيضا كايك أوليفيرا يحمل رقم 29، إضافة إلى فيبور سيلفا اللاعب يحمل رقم 2، وفرانك سيدريك الكاميروني، وبرونو أوليفيرو أيضا البرازيلي. هذا هو دولفان مهدي القادم من نادي دهوك الموسم الثاني له مع نادي الطلبة. يلعب ركلة المرمى تعبر خط المنتصف، ما سيطر عليها، راجع مرة أخرى لمصلحة فريق نادي زاخو، يعيدها كرة طويلة، محاولة لأبناء الخابور، ولكن سهلة إلى الحارس دولفان مهدي حارس مرمى فريق نادي الطلبة. واحد من الاستقطابات المهمة اللي تعاقد معاه نادي الطلبة في الموسم الماضي هو دولفان مهدي، قدم أداء مميز وبالتالي كان له دور كبير في النتائج اللي تحققت للطلبة، أبعد الكثير من الأهداف وكان مستواه مميز في جميع المباريات مع نادي الطلبة. كرة ملعوبة قرب الخط الجانبي، الطلبة يحاول حمزة عدنان يلعب كرة طويلة لكن مبعدة إلى تماس لمصلحة الأنيق في هذه اللحظات. توجيهات أيضا نشاهد من الكابتن عبد الوهاب أو الهيم مدرب فريق نادي زاخو، لاعب نادي الطلبة ولاعب منتخبنا الوطني السابق، وصافرة وخطأ، وهذا وأيضا صافر من الحكم الدولي زيد ثامر اللي يقود مباراة هذا اليوم. أعزائي المشاهدين الطاقم التحكيمي المؤلف من زيد ثامر، أحمد صباح قاسم مساعد أول، شاكر خالد أديب مساعد ثاني، أحمد عسكر الحكم الرابع، إضافة إلى سيروان سلوان مقيم الحكام. كرة مقطوعة، محاولات زاخو هو الأفضل خلال الدقائق اللي مضت. كرة ملعوبة، ياسر قاسمي مرر الكرة إلى برونو أوليفيرا، برونو يتقدم، برونو كرة داخل منطقة الجزاء مبعدة من دفاعات فريق نادي الطلبة، مبعدة. هجمة جديدة، هجمة مرتدة لمصلحة نادي الطلبة، إدريسة يحاول لكن أيضا مبعدة من دفاعات نادي زاخو. الهجمات متتالية لكلا الفريقين. البحث عن أول أهداف اللقاء هو ما يسعى إليه الفريقين في هذه المواجهة، في هذا الحوار الكروي الذي يجري على أديم ملعب زاخو الدولي. دولفان مهدي يلعب الكرة في اليد، حمزة عدنان الدولي السابق لاعب منتخبنا الوطني، شارك في تصفيات كأس العالم في 2018 مع منتخبنا الوطني. كرة ملعوبة، كرة خطيرة ولكن مبعدة من الحارس محمد شاكر حارس مرمى نادي زاخو. حلوة لمحمد شاكر، خروج في اللحظة المناسبة، واعتقد راية والتسلل وركلة حرة لمصلحة فريق نادي الطلبة. هذا هو اللاعب محمد جواد مهاجم فريق نادي زاخو. وأيضا نشاهد اللاعب حمود مشعال يحمل رقم 44 وهذا هو المحترف البرازيلي. مباراة فيها الكثير من اللاعبين المحترفين، بالتأكيد سوف يصنعون الفارق. جانب من الجماهير المحتشدة في ملعب زاخو الدولي الذي يحتضن مباراة هذا اليوم. خطأ لمصلحة نادي الطلبة، دولفان مهدي يلعب كرة طويلة تعبر خط المنتصف، مقطوعة رأسية، وخطأ لمصلحة فريق نادي زاخو. يعيدها الحكم الدولي زيد ثامر حكم مباراة هذا اليوم، 31 سنة. وهذا أيضا نشاهد الآن في الصورة اللاعب كايك أوليفيرا البرازيلي لاعب نادي بارا البرازيلي في صفوف نادي زاخو في هذه المواجهة. كرة ملعوبة، زاخو يحاول، أبناء الخابور يحاولون في اللقاء اللي يحمل رقم 15 ما بين الفريقين. والمصادفة نقول حقيقة أعزائي المشاهدين أنه أول لقاء جمع الفريقين انتهى لمصلحة نادي زاخو بهدف واحد مقابل لا شيء، وآخر لقاء أيضا جمع ما بين الطلبة وزاخو انتهى لمصلحة زاخو بهدفين مقابل هدف واحد. كرة ملعوبة في المنتصف، محاولة لزاخو، كرة ولكن سهلة تروح إلى دولفان مهدي حارس مرمى فريق نادي الطلبة. أول لقاء في موسم 2002 وانتهى بهدف واحد مقابل لا شيء، وأكبر فوز حقق الطلبة في موسم 2005 وانتهى ب4 أهداف مقابل لا شيء. للأنيق سجلت عن طريق علاء كاظم 3 أهداف زائد عقيل حسين اللي أضاف الهدف الرابع. سلامات وسقوط لأحد اللاعبين على أرضية الملعب، كرة في هذا الصراع الكروي، وبالتالي الكرة لا تزال خارج أرضية الملعب. سلامات
للاعب اللي ساقط على أرضية الملعب. أعزائي المشاهدين، أعود مرة أخرى لأذكركم بمباريات اليوم. نوروز مع نفط ميسان في هذا التوقيت أيضا تجري مباراتهم في ملعب السليمانية. زاخو الطلبة الجارية الحان في ملعب نادي زاخو. نفط البصرة مع الكهرباء، مباراة سوف تقام في تمام الساعة 5 في ملعب الفيحاء. والشرطة والقوة الجوية في درب العاصمة في مواجهة مرتقبة سوف تكون في ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة 7:30. وأما نتائج مباريات يوم أمس: الكرخ وسامراء التعادل الإيجابي بهدف، أمانة بغداد والصناعة أيضا التعادل الإيجابي بهدف، النفط حقق فوز جيد على الديوانية بهدف 1 مقابل لا شيء، الميناء والقاسم التعادل بهدفين، الزوراء حقق فوز متأخر على أربيل في الدقيقة 89 بهدف 1 مقابل لا شيء، والنجف حقق الفوز في درب الفرات على نفط الوسط بهدف 1 مقابل لا شيء. سلامات للكابتن أمجد وليد كابتن فريق نادي زاخو اللي تعرض إلى إصابة هدفين لهذا اللاعب أمجد وليد في شباك الميناء وأمانة بغداد. وهذا هو محمد شاكر حارس مرمى فريق نادي زاخو اللي لعب لأمانة بغداد وديالة، وأيضا حارس لناشئة العراق. كرة ملعوبة، زاخو يحاول مبعدة من فراس فنجان، كرة عالية غير مستقرة داخل منطقة الجزاء ولكن سيطر عليها. راجعة من جديد لمصلحة نادي الطلبة. فراس فنجان في الجهة البعيدة يلعب كرة طويلة تعبر خط المنتصف، مقطوعة. راجعة من جديد لمصلحة الطلبة، يسيطر عليها أيضا علي صلال. تغيير لعب إلى الجهة القريبة من الملعب، مقطوعة مرتدة لفريق نادي زاخو ولكن أقرب لها المدافع اللي يبعدها من مبدأ الأمان. هذا هو اللاعب برونو أوليفيرا البرازيلي لاعب نادي أتلتيكو البرازيلي، وبروغريو أيضا البرازيلي والقادم إلى صفوف زاخو في هذا الموسم. كرة ملعوبة، محاولة من النجم الدولي السابق ياسر قاسم اللي يحاول أن يترك بصماته مع فريق زاخو هذا الموسم. محاولة للعودة مجددا إلى صفوف المنتخب الوطني. ياسر قاسم كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، كرة خطرة ولكن تسديدة ومبعدة ومشتتة من دفاعات الطلاب. هجمة خطرة كانت لنادي زاخو في الدقيقة 31، هجمة خطرة كانت في الدقيقة 31. كان من الممكن أن تعلن عن تقدم أبناء الخابور في هذه اللقطة. نشوفها بالعادة مبعدة، محاولة توغل داخل منطقة مبعدة من دفاع الطلبة وتسديدة ولكن بالمرصاد أبعدت من دفاع فريق نادي الطلبة. نشاهد بصورة أو بلقطة من جانب آخر، تسديدة كانت ومبعدة من دفاعات الطلبة وبالتالي تروح الفرصة على زاخو من أجل التقدم في هذه اللحظات. دولفان مهدي حارس مرمى الطلبة يلعب كرة طويلة في المنتصف، أداء متوسط حتى الآن، لم نشاهد أي خطورة تذكر باستثناء الهجمة اللي شاهدناها قبل لحظات. وفريق نادي الطلبة المحاول، يعني هذا هو زياد أحمد أعزائي المشاهدين القادم من صفوف نادي زاخو اللي مثله في الموسم الماضي. حمزة عدنان على جهة اليسار، كرة داخل منطقة الجزاء ولكن سهلة إلى الحارس محمد شاكر حارس مرمى فريق نادي زاخو اللي يلعب كرة طويلة تعبر خط المنتصف، رأسية مقطوعة راجعة ما يسيطر عليها الطلبة من جديد. الطلبة محاولة راجعة ولكن مبعدة من مبدأ الأمان إلى الخارج من إدريسن يانغ إلى ركنية لمصلحة نادي زاخو. هذا هو اللاعب برونو أوليفيرا، ركنية لمصلحة فريق نادي زاخو أو رمية تماس لمصلحة نادي زاخو. توجيهات من دولفان مهدي، تلعب رمية تماس داخل الجزاء، مقطوعة رأسية، كرة خطرة وأيضا مبعدة، كرات خطرة ساقطة داخل منطقة جزاء فريق نادي الطلبة، مبعدة من علي صلال، راجع يسيطر عليها زاخو من جديد، محاولة جديدة وأيضا خطأ آخر لمصلحة فريق نادي زاخو، خطأ لمصلحة فريق نادي زاخو. هذا شفان جميل اللي يحمل رقم 14 في تشكيلة فريق نادي زاخو، حاول يتوغل ولكن تعرض إلى إعاقة من اللاعب فريق نادي الطلبة وبالتالي خطأ لمصلحة فريق نادي زاخو. زياد أحمد يحمل رقم 9 القادم من زاخو وحاليا في تشكيلة فريق نادي الطلبة، خطأ لمصلحة زاخو. برونو أوليفيرا البرازيلي على التنفيذ.
برونو أوليفيرا، خطأ وركلة حرة لمصلحة فريق نادي زاخو. سلامات، يبدو أنه يعاني من إصابة اللاعب أمجد وليد، تعرض إلى إصابة قبل لحظات، وأيضا دخول الكادر الطبي المعالج. هذا هو ياسر قاسم، 30 سنة، نجم منتخبنا الوطني السابق، لاعب نادي رديف فولهام وتوتنهام ولوتن تاون، وأيضا سبق وأن مثل نادي أربيل، وحاليا في تشكيلة فريق نادي زاخو. يحاول وكما صرح الكابتن ياسر قاسم العودة مجددا إلى صفوف المنتخب الوطني من خلال بوابة زاخو بعد أن يقدم المستوى والأداء المميز. شاهد الآن توافد الكثير من الجماهير إلى أرضية ملعب زاخو لمؤازرة فريقها، لمؤازرة أبناء الخابور في مواجهة الأنيق في هذه المباراة. أعتقد راح يترك أرضية الملعب. سلامات لأمجد وليد، اللاعب اللي يحمل رقم 13 وأيضا هو كابتن الفريق في هذه المباراة، ويبدو لي هو تبديل اضطراري للكابتن عبد الوهاب أبو الهيل مدرب فريق نادي زاخو. سلامات للكابتن أمجد وليد، ونشاهد الآن دخول اللاعب أركان أمير، هذا اللاعب اللي سبق ومثل نادي أربيل. إذن أركان أمير في تشكيلة فريق نادي زاخو. خطأ ملعوبة الكرة الآن، كرة عالية خطرة مبعدة، ولكن أيضا يسيطر عليها من جديد فراس فنجان. الطلبة يحاول رمية تماس لمصلحة الأنيق في الجهة البعيدة، رمية تماس، رمية تماس. فراس فنجان يلعب رمية تماس ملعوبة لياسر نعيم. فراس من جديد، فراس يتوغل يتقدم بالكرة، يبحث يمرر الجهة البعيدة باتجاه زياد أحمد، ولكن الكرة تطول إلى الخارج، وتماس لمصلحة فريق نادي زاخو. تلعب في بور سيلفا، في بور سيلفا البرازيلي، ملعوبة راجعة في المنتصف. فراس فنجان من جديد. الأنيق أيضا يحاول الفوز للأنيق، بالتأكيد يجعل الطلبة يقترب أكثر من فرق الصدارة، ولكن يحتاج إلى جهد كبير. أيضا مقابل ذلك فريق نادي زاخو صاحب المركز السابع في مباراة هذا اليوم، رصيد 11 نقطة، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، خسر مباراتين. أيضا يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة هذا اليوم والفوز على الطلبة، وإضافة فوز جديد إلى من خلال مواجهات ال14 اللي جمعت الفريقين. 3 مواجهات فقط انتهت لمصلحة فريق نادي زاخو في اللقاءات التاريخية. لغة الأرقام اللقاءات السابقة تتحدث عن تفوق لمصلحة فريق نادي الطلبة خلال مواجهات الفريقين. تلعب الكرة راجعة إلى الخلف، زاخو يحاول يلعب كرة طويلة تعبر خط المنتصف، مقطوعة ضربة راس، يسيطر عليها دريسن يانغ. دريسن يانغ، حمزة عدنان، محاولة في المنتصف، راجع إلى إدريس من جديد، يمرر الكرة إلى فراس فنجان. فراس فنجان، كرة بينية طويلة، محاولة للطلبة ولكن أقرب لها مدافع فريق نادي زاخو فيبر سيلفا، اللي يبعد الكرة من مبدأ الأمان إلى الخارج، وتماس لمصلحة نادي الطلبة. هذا هو علي صلال القادم من صفوف نادي النجف، يحمل رقم 18، وتماس لمصلحة فريق نادي الطلبة. فراس فنجان يلعب الكرة راجعة، يسيطر عليها زياد أحمد، يحاول يتخلص، يمرر الكرة ولكن كرة خاطئة تعود من جديد لمصلحة نادي زاخو في المنتصف، مبعدة ولكن يسيطر عليها حمود مشعان القادم من الديوانية. حمود يبعد الكرة طويلة، لا على التعيين، يسيطر عليها سيف البافور. الطلبة من جديد، يحاول الطلبة في المنتصف محاولة جديدة ولكن تقطع الكرة من أمامه. محاولة للطلبة ولكن دفاعات زاخو حتى الآن غلق جميع المنافذ المؤدية إلى منطقة دفاعهم وإلى الحارس محمد شاكر حارس مرمى فريق نادي زاخو. هات وخذ، علي صلال باتجاه اليمين أقرب لها، فراس فنجان يحاول يتخلص، يتوغل، والحكم قريب وشايف الحكم الدولي زيد ثامر يقود مواجهة هذا اليوم. كرة إلى جهة اليمين، محاولة جديدة، زيد ثامر دولي منذ عام 2016، حكم نخبة منذ عام 2017، وأيضا قاد 39 مباراة دولية. أول المباريات كانت في تصفيات كأس العالم
بين اليابان وطاجكستان عام 2019. إعادة للقطة الماضية والاعثار الواضح للكابتن ياسر قاسم. كرة ملعوبة لمصلحة فريق نادي زاخو، دقيقة 38 ملعوبة، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، مبعدة ياسر قاسم. ياسر يحاول يتخلص بينه وبين إدريسة. ياسر تمريرة ذكية داخل منطقة الجزاء راجعة، ولكن الكرة إلى الخارج، وبالتالي ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي الطلبة. هذا هو اللاعب اللي يحمل رقم 99 فرانك سيدريك الكاميروني القادم من الريان القطري، وسبق وان مثل نادي الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي، وهدفين سجلت عن طريق هذا اللاعب في شباك نوروز والديوانية. دولفان مهدي حارس مرمى فريق نادي الطلبة يلعب ركلة المرمى، كرة طويلة في المنتصف، رأسية مقطوعة مبعدة من دفاعات نادي زاخو، تعود من جديد، محاولة السيطرة على الكرة، صافرة وخطأ، واعتقد تسلل. نعم، راية المساعد الأول أحمد صباح قاسم، دكتوراه في التحليلات الرياضية، وهذا هو نجل حكمنا الدولي السابق صباح قاسم، دكتور صباح قاسم، وهذه رابع المباريات اللي يقودها أحمد صباح قاسم كحكم مساعد. قاد في مباراة الشرطة والطلبة والشرطة وزاخو والميناء والجوية والميناء مع نفط البصرة. حكم المساعد الأول، والكرة ملعوبة إلى جهة اليمين، أقرب إلى حمزة عدنان، يبعد الكرة إلى الخارج. نشاهد أيضا توجيهات من المدرب، هذا هو الكابتن قحطان شتير. كرة ملعوبة، هذا حمزة عدنان، تلعب رمية تماس راجعة إلى الخلف، برونو أوليفيرا، وأيضا تماس جديدة. حمزة عدنان مدافع يسار نادي الطلبة في هذه المباراة، تلعب رمية تماس مبعدة يسيطر عليها فريق الطلبة. ياسر قاسم، ياسر زاخو من جديد، محاولة مبعدة راجعة من جديد، كرة خطرة، ولكن الله ضاعت على زاخو في هذه المحاولة، ضاعت على زاخو تمريرة ذكية داخل منطقة الجزاء، ولكن ضاعت على فريق نادي زاخو. زاخو هو الأفضل نسبيا خلال مجريات الشوط الأول، ضغط اللاعبين، انتشار اللاعبين، الاستحواذ على الكرة، هو الأفضل من فريق نادي الطلبة، محاولا لإدراك هدف التقدم الأول في هذه المباراة. كرة ملعوبة من شفان جميل، ولكن مبعدة أو تترك إلى الخارج من قبل حمود مشعان. تماس لمصلحة الطلبة، حمزة عدنان يسيطر على الكرة، يمررها في المنتصف، لا على التعيين، إلى الخارج، وتماس أخرى في هذه اللحظات. الدقيقة 41. شفان جميل يلعب رمية تماس، كرة ملعوبة مبعدة من حمزة عدنان. حمزة راجع إلى فريق زاخو، يلعب كرة طويلة في المنتصف، محاولة من البرازيلي، كرة خطرة، محاولة للتوغل، محاولة من جديد، ولكن راجعة أيضا، كرة عالية داخل الجزاء مقطوعة، ضربة رأس من إدريس يانك، راجع إلى زاخو من جديد، كرة عالية داخل الجزاء، رأسية ولكن إلى الخارج. كرة رأسية كانت ولكن إلى الخارج. ضغط متواصل من أبناء الخابور على دفاعات الطلبة، على دفاعات الأنيق، ولكن حتى هذه اللحظة التعادل السلبي لا يزال حاضرا في أجواء المباراة. الدقيقة 42، مباراة زاخو مع الطلبة، واحدة من 4 مباريات تقام في اليوم الثاني لانطلاق منافسات الجولة الثامنة، وهذه الرأسية إعادة للقطة الماضية في اللحظات الماضية. محمد جواد سدد رأسية ولكن ضعيفة إلى الخارج. كرة ملعوبة، فراس فنجان، الطلاب راجعة في المنتصف، ياسر نعيم، كرة لا على التعيين، تماس في الجهة البعيدة لمصلحة فريق نادي زاخو، تلعب الكرة، كايك أوليفيرا يلعب كرة طويلة مبعدة رأسية، يسيطر عليها ياسر قاسم. فراس فنجان، علي صلال يتخلص، علي محاولة عرقلة واضحة وسحب وخطأ لمصلحة فريق نادي الطلبة، خطأ لمصلحة فريق نادي الطلبة. هذا هو محمد زامل
مستوى راعي قدم هذا الموسم القادم من صفوف القوة الجوية. هجمة لمصلحة الأنيق، هجمة لمصلحة طلبة، كرة داخل منطقة الجزاء مبعدة ومشتتة، راجع يسيطر عليها من جديد محمد زامل. هدفين سجلت عن طريق هذا اللاعب في الدوري العراقي حتى هذه اللحظة. كرة ملعوبة، زياد أحمد محاولة توغل، كرة خطرة، كرة خطرة داخل منطقة الجزاء، تمريرة محمد، كرة زياد، يحاول زياد، يحاول، ولكن الكرة تبعد من أمامه في اللحظة المناسبة، تبعد من أمام زياد أحمد اللي مثل فريق زاخو في الموسم الماضي. راجع إلى فراس فنجان، علي صلال في الجهة البعيدة يحاول يتخلص، علي يتوغل، علي صلال، تبعد من دفاعات نادي زاخو. راجع إلى شفان جميل، مقطوعة، هجمة جديدة لمصلحة فريق نادي زاخو في المنتصف. دخلنا في الدقيقة 44، تمريرة، محاولة جديدة، زاخو يحاول، كرة داخل الجزاء، كرة داخل الجزاء، ولكن الخبرة الدولية للحمزة عدنان اللاعب الدولي السابق يبعد الكرة إلى الخارج، وتماس جديدة لمصلحة فريق نادي زاخو. برونو أوليفيرا يلعب رمية تماس رأسية داخل المنطقة الجزاء، محاولة جديدة، ياسر يسدد، ولكن أيضا مبعدة من دفاعات فريق نادي طلب. مرتدة لمصلحة الطلبة، تمريرة من ستيفن بافور، ستيفن بافور باتجاه اللاعب زياد أحمد. زياد يحاول يسيطر على الكرة، يحمل شارة القيادة الآن زياد أحمد. زياد محاولة، ولكن الكرة أيضا إلى الخارج، وتماس لمصلحة فريق نادي زاخو في هذه اللحظات. هذا هو اللاعب كايك أوليفيرا أيضا البرازيلي. كما ذكرنا لكم زاخو يخوض مباراة هذا اليوم، أبناء الخابور يخوضون مباراة اليوم مواجهة الأنيق بصبغة برازيلية خالصة. أبناء السيليساو حاضرين في ملعب زاخو الدولي من خلال تواجد 4 لاعبين في صفوف نادي زاخو. التعاقدات الأخيرة لنادي زاخو قبل انطلاق الدوري أعطت لزاخو صبغة برازيلية خالصة، مع تواجد أفريقي وتواجد الكاميروني فرانك سيدريك اللي يحمل رقم 99. مرة أخرى لمصلحة فريق الطلبة، حمزة عدنان يحاول، حمزة يحاول يتخلص، ولكن صافرة وخطأ. هناك دقيقتين وقت بدل ضاع، أضاف حكم اللقاء الكابتن زيد ثامر حكم مباراة هذا اليوم لمجريات الشوط الأول من هذه المواجهة. زيد ثامر أعزائي المشاهدين هو معيد في جامعة النهرين، وأيضا من أفضل 5 حكام شباب في آسيا من خلال برنامج الرؤية الآسيوية. دخل معايشة مع حكام الدوري الإنجليزي لمدة 15 عاما، وبالتأكيد يقود مباراة هذا اليوم اللي تجمع ما بين زاخو والطلبة. من جديد للطلبة، فراس فنجان، كرة على داخل الجزاء، ولكن إلى الخارج، ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي زاخو. هذا هو فراس فنجان. محمد شاكر، محمد شاكر حارس مرمى فريق زاخو يلعب كرة طويلة، محمد مقطوعة، راجعة من جديد، صراع على الكرة، اللحظات الأخيرة، الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضاع اللي أضاف الحكم الدولي زيد ثامر لهذه المواجهة. تعود الكرة إلى الخلف، هيليو مونتيرو البرازيلي، كايك أوليفيرا، كرة على داخل منطقة الجزاء، رأسية راجعة يسيطر عليها برونو أوليفيرا، أوليفيرا، ولكن دريسن يانغ مستوى فني وحركة وتكتيك جيد، يبعد الكرة إلى الخارج وتماس. هذا هو ياسر قاسم يترك الكرة إلى برونو أوليفيرا، تماس لمصلحة زاخو. الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول، التعادل السلبي لا يزال قائم بدون أهداف في هذه المواجهة. الجولة الثامنة مباراة زاخو الطلبة الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم لهذا الموسم، وصافرة وخطأ أيضا لمصلحة فريق نادي الطلبة. الوقت انتهى، وقت المباراة مع الوقت الإضافي، وبانتظار صافرة الحكم الدولي زيد ثامر لتعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول من هذه المباراة. نعم، هذه صافرة الحكم الدولي زيد ثامر أعلن من خلالها نهاية أحداث الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. أعزائي المشاهدين، لقيانا وإياكم إن شاء الله في الشوط الثاني.
إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي الأحبة، مشاهدي متابعي شباب سبورت الفضائية في كل مكان، مرة أخرى أعود إليكم وأحييكم من جديد، ويسرني أن أكون معكم في متابعة أحداث ومجريات الشوط الثاني من مباراة فريقي زاخو والطلبة. هذه المباراة التي تجري ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم لهذا الموسم، والشوط الأول اللي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. الفريق الآن دخلوا إلى أرضية الملعب. عودة إلى تشكيلة الفريقين. فريق نادي الطلبة صاحب الملابس الزرقاء الموشحة بالسراويل السود لحراسة المرمى دوليفان مهدي، فراس فنجان، حمزة عدنان، حمود مشعان، زيد تحسين لخط الدفاع، ياسر نعيم، إدريس نيانج، علي صلال، ستيفن بافور لخط الوسط، وزياد أحمد، محمد زامل لخط الهجوم. أما تشكيلة فريق نادي زاخو اللي شاهد الآن في الصورة ويرتدي لاعبون الملابس الصفراء الكاملة: محمد شاكر لحراسة المرمى، هيليو مونيتيرو، كايك أوليفيرا، شفان جميل، أمجد وليد لخط دفاع، ياسر قاسم، حسين منذور، في بور سيلفا، برونو أوليفيرا لخط الوسط، فرانك سيدريك، ومحمد جواد لخط الهجوم. يقود هذه المباراة طاقم تحكيم مؤلف من الدولي، نشاهد الآن في الصورة الحكم الدولي زيد ثامن، وساعده في مهمته مساعد أول أحمد صباح قاسم، شاكر خالد أديب مساعد ثاني، أحمد عسكر حكم رابع، مع تواجد سروان سلوان مقيما للحكام، وبانتظار صافرة الحكم الدولي زيد ثامر لتعلن عن انطلاق مباراة فريقي زاخو والطلبة. تلعب الكرة البداية الآن. فريق نادي الطلبة الآن على يسار الشاشة، وفريق نادي زاخو على يمين الشاشة، والكرة إلى الخارج، وبالتالي ركلة مرمى في اللحظات الأولى من عمر الشوط الثاني من هذه المباراة. هذا هو اللاعب علي صلال لاعب فريق نادي الطلبة. محمد شاكر، ركلة مرمى لزاخو. محمد شاكر اللقاء يحمل رقم 15 ما بين الفريقين. محمد شاكر يلعب كرة طويلة. مباراة مهمة تجمع أبناء الخابور مع الأنيق، مباراة مهمة، مباراة أهميتها لفريق الطلبة الفوز يعني الاقتراب أكثر من فرق الصدارة. لزاخو تحسين موقع ورأسية، ولكن إلى الخارج، رأسية إلى الخارج، وركلة مرمى وسط اعتراض من لاعب فريق نادي زاخو فرانك سيدريك الكاميروني، وهذا هو دوليفان مهدي. عاد مرة أخرى اللقطة الماضية رأسية، ولكن الكرة إلى الخارج، والحكم المساعد الثاني شاكر خالد أديب في الجهة البعيدة. أيضا هذا من عائلة تحكيمية أعزائي المشاهدين، عمه هو الحكم الدولي السابق الراحل صبحي أديب، وأيضا ابن عمه لؤي صبحي أديب. إذن شاكر خالد أديب المساعد الثاني في هذه المواجهة، وكرة ملعوبة في المنتصف راجعة إلى فريق الطلبة الجهة القريبة. الكابتن فراس فنجان يمرر الكرة باتجاه علي صلال، علي يبحث عن تمريرة هات وخذ، والكرة تطول إلى الخارج، وتماس لمصلحة فريق نادي الطلبة صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة، فاز في 4 مباريات، يحاول تحقيق الفوز الخامس له في هذا الموسم. زاخو في المركز السابع برصيد 11 نقطة، فوز في 3 مباريات، وأيضا يحاول تحقيق 3 نقاط ثمينة من خلال بوابة الأنيق، سيما وأن المباراة تجري في أرضه وفي بين جمهوره اللي أزرق جمهور جيد يحضر مباراة هذا اليوم في ملعب زاخو الدولي اللي افتتح في عام 2015 واللي يتسع إلى 20,000 متفرج. كرة ملعوبة لمصلحة زاخو مقطوعة في المنتصف، يسيطر عليها إدريس نيانج السنغالي، راجع إلى الخلف، تمريرة باتجاه فراس فنجان،
فراس يلعب كرة طويلة إلى علي صلال، مبعدة من أمام علي صلال، راجعة من جديد باتجاه حسين منذور، كرة مقطوعة رأسية يسيطر عليها حسين منذور. حسين منذور يتعرض إلى إعاقة والحكم يشير إلى استمرارية اللعب. تلعب من جديد لمصلحة الطلبة. ستيفن باتجاه علي صلال، والكرة مبعدة من دفاع زاخو إلى ركنية لمصلحة فريق نادي الطلبة. هذا هو اللاعب البديل، لاعب أركان أمير، دخل بدلا من أمجد وليد اللي تعرض إلى إصابة وغادر الملعب بسبب إصابته، وركنية لمصلحة فريق نادي الطلبة. توجيهات من دفاع فريق نادي الطلبة. نشاهد الآن هذا هو اللاعب المتخصص بركلات الزاوية بالركنيات، لاعب الدولي السابق حمزة عدنان، يحمل رقم 3 محمد شاكر، حارس مرمى منتخب الناشئين السابق حمزة عدنان على التنفيذ. حمزة عدنان يلعب كرة عالية داخل الجزاء ولكن إلى الخارج، ويتركها اللاعب إلى رمية التماس لمصلحة نادي زاخو اللي كان أولى مشاركاته في الدوري العراقي الممتاز أعزائي المشاهدين في موسم 2002-2003. أول مشاركة تمكن من الحصول على المركز العاشر، وأشرف على تدريب زاخو أعزائي المشاهدين حتى الآن 45 مدرب، قاده 4 مدربين أجانب، 4 من رومانيا ومدربين عربيين، واحد من سوريا والآخر من ليبيا، والكثير من المدربين اللي أشرفوا على تدريبه حقيقة على مر المواسم الماضية. هناك علي هادي، الراحل سعدي توما، باسم قاسم، عادل عبد القادر، وهجمة لمصلحة زاخو، محاولة التوغل ولكن إبعاد في اللحظة المناسبة من حمود مشعان إلى ركنية لمصلحة زاخو. هذا هو لاعب فرانك سيدريك الكاميروني، هدفين لهذا اللاعب في شباك نوروز والديوانية. الكابتن فراس فنجان، توجيهات من دولفان مهدي، الضغط الهجومي لزاخو كان هو الأفضل، التحرك كان هو الأفضل لزاخو خلال مجريات الشوط الأول من هذا الحوار الكروي على ملعب زاخو الدولي. ركنية جديدة لمصلحة أبناء الخابور في هذه المباراة، ركنية في الجهة القريبة، حديث من حكم المباراة الدولي زيد ثامر. ركنية رقابة لصيقة من زيد تحسين، وعلى التنفيذ برونو أوليفيرا يلعب الركنية مقطوعة إلى ركنية جديدة، قطع من زيد تحسين القادم من نفط الوسط، هدف في شباك الكهرباء. ومرة أخرى برونو أوليفيرا على التنفيذ، ركنية لمصلحة زاخو. الدقيقة 51، التعادل لا يزال قائما حتى هذه اللحظة. تلعب الكرة عالية مبعدة من زيد تحسين، تمركز جيد لهذا اللاعب في دفاعات الطلبة، ملعوبة محاولة وقطع للمرة الثالثة، مرة أخرى تعود من جديد إلى أركان أمير، محاولة من فرانك يحاول يتخلص من لاعبين ولكن الكرة خرجت خارج أرضية الملعب. هذا هو فرانك سيدريك القادم من الريان القطري، وبالتأكيد ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي الطلبة. نادي زاخو أعزائي المشاهدين أفضل إنجاز حصل على في موسم 2012 حصل على المركز الخامس، وفي موسم 2012-2013 حصل على المركز السابع، وفي موسم 2014 حصل على المركز العاشر. كرة ملعوبة في المنتصف رأسية وصراع على الكرة، الحكم الدولي زيد ثامر، صافرة وخطأ لمصلحة فريق نادي الطلبة في المنتصف تقريبا. ياسر نعيم القادم من الصناعات الكهربائية، محاولة إعادة مرة أخرى للكرة، الكرة خرجت التصوير البطيء في اللقطة الماضية، وبالتالي تعود الكرة مرة أخرى، تسديدة الله، تسديدة رائعة من مسافة بعيدة جدا من ياسر نعيم، مست أحد لاعبي فريق زاخو والكرة إلى خارج أرضية الملعب، وركنية لمصلحة الطلبة. الكرة غيرت اتجاهها، كان من الممكن أن تشكل خطورة أكثر على مرمى زاخو. ركنية جديدة للأنيق، حمزة عدنان على التنفيذ، حمزة عدنان يلعب الكرة عالية
مبعدة من دفاع زاخو، الجهة البعيدة، وتماس لمصلحة فريق نادي الطلبة. تماس لمصلحة فريق نادي الطلبة. هذا هو ستيفن بافور. تماس، الحكم يشير إلى نادي زاخو، لنادي الطلبة. نعم، لنادي الطلبة. هذا هو زياد أحمد 29 سنة، تلعب رمية تماس. حمزة عدنان حاول يتخلص، يعيد الكرة، دريسة في المنتصف، مبعدة رأسية من دفاع زاخو إلى تماس جديدة ولكن من الجهة القريبة من الملعب. هيليو مونيتيرو البرازيلي كابتن والقائد في هذه المواجهة. هيليو مونيتيرو من شباب سانتوس البرازيلي، وأيضا مثل نادي كالدنسي وديبورتيفو البرازيلي. كرة ملعوبة، علي صلال في راس فنجان يحاول يتخلص، يلعب كرة عالية وأيضا مبعدة من دفاعات نازاخو، مشتتة من حسين منذور القادم للسماوة. محمد شاكر محاولة يبعد الكرة والخطر عن مرمى وتعود من جديد. حمزة عدنان يسيطر على الكرة، كرة تزال داخل أرضية الملعب وصافرة من الحكم وخطأ لمصلحة فريق نادي زاخو. زيد ثامر حكم مباراة هذا اليوم أعزائي المشاهدين أشهر 107 بطاقات صفراء زائد 9 حمراء في الموسم الماضي 2020-2021، وقاد هذا الموسم مباراتين، الزوراء مع الصناعة وأربيل مع النجف. وأيضا أشهر هذا الموسم 9 بطاقات صفراء و4 حمراء، يعني الحمراء عنده سهلة. كابتن زيد ثامر متأثر بالحكم الإنجليزي مايكل أوليفر. حكم زيد ثامر يتأثر كثيرا بالحكم الإنجليزي مايكل أوليفر. كرة ملعوبة لمصلحة زاخو، محاولة رأسية، كرة خطرة، كرة خطرة ولكن أقرب لها الحارس دوليفان مهدي، ويقطع الكرة أمام أركان أمير. سلامات لدوليفان مهدي، واحد من الحراس المميزين في تشكيلة فريق نادي الطلبة، اللي يحاول هذا الموسم محو الصورة السيئة اللي ظهر من خلالها في الموسم الماضي، واستطاع من البقاء في الدوري العراقي الممتاز في الأدوار الأخيرة، في المباراة الأخيرة تحديدا أمام الكهرباء اللي أعلنت بقاء الطلبة لموسم آخر والأنيق. وهذا هو جمهور كبير يحضر مواجهة هذا اليوم، الحوار الكروي على ملعب زاخو الدولي، والجماهير الكبيرة اللي تحضر لمؤازرة أبناء الخابور أمام الطلبة في هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الثامنة. دقيقة 56 التعادل لا يزال حاضر. هجمة خطيرة، علي صلال، علي توخل ولكن الكرة تطول من أمام علي صلال القادم من النجف. الكرة تطول من أمامه، تغطية مميزة من قبل هذا اللاعب أركان أمير. هذا هو علي صلال، سبق ونمثل أيضا نادي الكرخ. محمد شاكر، ركلة مرمى، من سيسجل أول أهداف هذا اللقاء؟ محمد شاكر على التنفيذ. جمهور جيد يحضر مباراة هذا اليوم. كرة عالية تعبر خط المنتصف، رأسية، محاولة جديدة، مبعدة دبل كيك من لاعب فريق الطلبة في المنتصف، ما يسيطر عليه دريسن يانج. حسين منذور، محاولة الجهة القريبة ولكن أيضا إلى الخارج، وتماس جديدة لمصلحة نادي الطلبة. اللقاء الرابع عشر أو اللقاء ال15 14 مواجهة جمعة الفريقين. الطلبة حقق الفوز في 6 لقاءات، التعادل كان حاضر في 5 مباريات، ويبدو قد تسير الأمور نحو التعادل في هذه المواجهة. كرة ملعوبة لمصلحة زاخو، محاولة توغل ملعوبة حسين منذور، كرة خطرة ولكن مبعدة من حمود مشعان. راجعة من جديد لمصلحة زاخو، محاولة من فيبور سيلفا، جهة البعيدة، توغل، كرة عالية رأسية ما سيطر عليها ياسر، كرة خطرة. الله 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 ضاعت، الله ضاعت بالسنتيمترات الأخيرة، ضاعت على زاخو فرصة التقدم. حركة لعب جميلة، والعارضة تنقذ مرمى الطلبة من تسديدة الكاميروني فرانك سيدريك. مؤازرة جماهيرية من أبناء الخابور لنادي زاخو. خلينا نشوفه بالإعادة،
نشوفه بالإعادة، رأسية ما سيطر عليها وحركة لعب جميلة. الله، أبعدها دوليفان، والعارضة تتدخل وتحرم زاخو من هدف أول محقق في هذه اللحظات. كان من الممكن أن يكون هدف التقدم الأول، ولكن العارضة تعاطفت مع نادي الطلبة وأبعدت الكرة وسط يعني شاهدنا الانزعاج الواضح على جمهور نادي زاخو. كان من الممكن أن تكون هذه هي فرصة الهدف الأول. راجعة من جديد لمصلحة فريق نادي الطلبة. دوليفان مهدي يلعب الكرة إلى الجهة البعيدة، كرة طويلة تعبر خط المنتصف، ما سيطر عليها. الطلاب يحاولون من جديد، تمريرة إدريسة، ستيفن بافور يحاول يتخلص ستيفن، ولكن أيضا الكرة تقطع من أمامه إلى تماس جديدة في الجهة البعيدة لمصلحة زاخو. هذا هو ستيفن بافور. برونو أوليفيرا، الجماهير لا تزال تؤازر نادي زاخو. ملعب الرعب يطلق عليه جمهور زاخو على ملعب زاخو بملعب الرعب، لكن رغم ذلك رغم الرعب نادي النجف حقق نتيجة طيبة في الدور قبل الماضي على زاخو بهدف واحد مقابل لا شيء. كرة عالية مقطوعة رأسية، صافرة وخطأ لمصلحة فريق نادي زاخو. زيد ثامر حكم مباراة هذا اليوم. خطأ لزاخو، تلعب الكرة، شفان جميل على التنفيذ، يلعب الكرة إلى جهة اليسار، تمريرة طويلة مقطوعة من دفاعات الطلبة، راجعة إلى أركان أمير، أركان يعيدها في بورسيلفا البرازيلي إلى جهة اليمين، تعود من جديد هيليو مونتيرو في المنتصف، جهة اليسار، كرة طويلة لا على التعيين، مقطوعة من دفاعات الطلبة، راجع يسيطر عليه فراس فنجان، تعود من جديد مود مشعان، علي صلال في المنتصف، يحاول علي يعيد الكرة إلى الخلف، تمريرة من ياسر نعيم، راجعة مبعدة مشتتة من دفاعات الطلبة، أقرب علي صلال، علي صلال يحاول يمرر الكرة داخل الجزاء، مبعدة، كرة خطيرة، ولكن تسديدة إلى الخارج. تسديدة كانت من ستيفن بافور الغاني، ولكن كرة طائشة إلى الخارج. ستيفن بافور 25 سنة، الغاني قادم من نادي التضامن الكويتي، مثل نادي صحار العماني، وأيضا مثل نادي النجف في الموسم الماضي. تلعب الكرة في المنتصف، راجع صراع على الكرة من جديد، تعود الطلبة، يحاول تقدم لبافور ويتعرض إلى إعاقة وخطأ ويبدو لي إنذار كارت أصفر في هذه اللحظات للاعب زاخو. توغل جيد من ستيفن بافور، كاد أن يدخل منطقة الجزاء ستيفن بافور الغاني، وبالتالي الطلبة يحصل على خطأ وركلة حرة. نشوفها بالإعادة، شفان جميل أوقف ستيفن بافور قبل دخوله لمنطقة الجزاء، كان من الممكن أن يشكل خطورة أكثر. الكابتن قحطان شتير 48 سنة، أكثر من 30 مباراة دولية، مستوى جيد يقدمه مع الطلبة هذا الموسم، نتائج جيدة بالتأكيد. الفوز على الزوراء نتيجة تحسب لهذا المدرب وللطلبة في المواجهة الجماهيرية، والطلبة يحاول خطأ الآن لمصلحته، ركلة حرة، جدار دفاعي من أبناء الخابور من زاخو، وعلى التنفيذ زيد تحسين، وبالقرب من عنده محمد زامل صاحب الهدفين وصاحب أجمل هدف في الدوري العراقي ممتاز حتى الآن في شباك الزوراء في منتصف الملعب. زيد تحسين على التنفيذ، خطأ لمصلحة الأنيق، كرة عالية ومبعدة. الله يا محمد شاكر في الزاوية الصعبة، التمركز الرائع في المكان المناسب. محمد شاكر حارس مرمى منتخبنا الوطني للناشئين السابق، تألق ما بعد تألق مع زاخو. هذا هو محمد شاكر، أبعد الكرة، شوف تسديدة قوية، الزاوية البعيدة، ولكن أبعدها بكل براعة. حلوة لمحمد شاكر وأحلى لزيد تحسين اللي سدد الركلة الحرة وأبعدت
من محمد شاكر ببراعة. تبديل الآن في صفوف فريق نادي زاخو، لاعب رقم 10 لوكاس سانتوس أيضا البرازيلي. لوكاس سانتوس أبناء السامبا يتواجدون في ملعب زاخو الدولي، وأيضا حميد حاجي اللاعب اللي يحمل رقم 19. إذا لوكاس سانتوس. محمد جواد رقم 17 يترك أرضية الملعب ويدخل بديلا عنه لوكاس سانتوس، وأيضا اللاعب المستبدل الآخر نشوف لاعب دخول الآن حميد حاجي. تبديلين قبل الكابتن عبد الوهاب أبو الهيل الدولي السابق، لاعب منتخبنا الوطني السابق، 45 سنة، قيادة نادي زاخو تعني الكثير لهذا المدرب. وكرة خطرة وإبعاد أيضا مميز من محمد شاكر، تعود للطلبة ولكن إلى الخارج، يتركها محمد شاكر إلى ركلة مرمى لفريق. هذا هو محمد شاكر، إبعاد في اللحظة المناسبة. حتى الآن طلبة أفضل خلال الشوط الثاني من اللقاء، الطلبة هو الأفضل حتى الآن. الشوط الثاني شوط المدربين، محاولة جديدة لنادي زاخو، قطع في اللحظة المناسبة، الجهة البعيدة راجع يسيطر عليها زيد تحسين، كرة ولكن تطول إلى الخارج، وركلة مرمى لمصلحة فريق نادي الطلبة. ملعب زاخو اللي افتتح في عام 2015 ويتسع ل20 ألف متفرج. الآن جماهير جيدة تحضر هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الثامنة ما بين زاخو والطلبة. تلعب الكرة من الحارس، كرة طويلة باتجاه ستيفن بافور، مبعدة من دفاعات نادي زاخو، راجعة من جديد يسيطر عليها فرانك سيدريك، مقطوعة الكرة من أمامه، محاولة من جديد، صافرة وخطأ لمصلحة سيدريك، صافرة وخطر لمصلحة الكاميروني فرانك سيدريك. فراس فنجان خطأ، وركلة حرة لمصلحة فريق نادي زاخو. على التنفيذ شاهد الآن قرب من الكرة هيليو مونتيرو كابتن الفريق 32 سنة البرازيلي، وأيضا قبل لحظات شاهدنا دخول لوكاس سانتوس أيضا البرازيلي. 5 لاعبين برازيليين في صفوف فريق زاخو بالتأكيد يعطون الفارق بكل تأكيد. كرة على داخل منطقة الجزاء، مقطوعة، محاولة سيدريك يسدد، كرة خطيرة، جول 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 لزاخو. الله يا زاخو، والهدف الأول، وفرحة الكادر التدريبي والبدلاء وفرحة الجماهير. كرة خطرة سددها فرانك سيدريك، ما تمكن من ابعادها دفاع طلبة، وبالتالي القناص سدد الكرة معلنا عن احراز تقدم الهدف الاول لفريق زاخو في الدقيقة 65. الدقيقة 65 الهدف الاول لمصلحة فريق نادي زاخو. خلينا نشوفها بالإعادة، خلينا نشوفها بالإعادة. الهدف الأول اللي سجل عن طريق هذا اللاعب كايك أوليفيرا البرازيلي. أنا تحدثت قبل لحظات قلت أنه أبناء السيليساو أبناء السامبا متواجدين في تشكيلة الفريق نادي زاخو يصنعون الفارق. نعم، بعد لحظات من حديثي سدد الكاميروني والبرازيلي، البرازيلي هدف على الطريقة البرازيلية، متابعة جميلة، تسديدة كاميرونية ومتابعة برازيلية، والهدف الأول لأبناء الخابور في هذه المواجهة. عاد من أكثر من زاوية لزميلنا المخرج، والهدف الأول لزاخو في هذه اللحظات. هدف أول لزاخو مقابل لا شيء للطلبة، وفرحة الملاك التدريبي طه زاخولي مدير الفريق، وأيضا أعضاء اللاعبين الاحتياطي أعضاء الملاك التدريبي لفريق نادي زاخو. دقيقة 67 لاعب رقم 19 دخل قبل لحظات، هذا هو حميد حاجي. فرحة الجماهير في ملعب زاخو الدولي بإحراز هدف التقدم الأول. شاهدنا يعني كايك أوليفيرا، لاعب أوليفيرا كايك أوليفيرا اللي يحمل رقم 29، لا هذا نشاهد الآن في الصورة، لاعب نادي بارا البرازيلي. وكرة من جديد وكان اعتراض على هذه الحالة، والآن خطأ
لمصلحة فريق نادي زاخو. الباحث عن تعويض أو الباحث عن هدف ثاني، تعزيز الهدف بهدف ثاني، خطأ وركلة حرة لأبناء الخابور في الجهة القريبة. كرة ملعوبة، كرة ملعوبة لكن عالية وبعيدة خارج أرضية الملعب، عالية وبعيدة خارج أرضية الملعب. هذا هو برونو أوليفيرا، الصبغة البرازيلية حاضرة في ملعب زاخو في تشكيلة فريق نادي زاخو في هذه المواجهة. واللاعبين البرازيليين أبناء السيليساو يصنعون الفارق، يصنعون ويبدعون ويسجلون. والهدف الأول لمصلحة زاخو في الدقيقة 65 عن طريق كايك أوليفيرا. كرة الآن لمصلحة فريق، هذه إعادة مرة أخرى. المخرج معجب بهذا الهدف. كرة تسديدة بالمباشر، القناص سددها على يسار الحارس دونيفان مهدي. وأعتقد فريق الطلبة سوف يحاول العودة مرة أخرى إلى أجواء المباراة. كرة ملعوبة لمصلحة زاخو، تطوى الكرة إلى الخارج. الطلبة لو أراد العودة إلى المباراة عليه أن يبادر بالهجوم من جديد، عليه أن يحاول من جديد، عليه أن يضغط من جديد. الطلبة يحاول من جديد. النتائج الجيدة، المستوى المميز اللي قدمه الطلبة هذا الموسم بالتأكيد من خلالها قادر على إعادة المباراة إلى التوازن، ولكن يحتاج إلى الكثير في هذه المباراة. 21 دقيقة 69، 21 دقيقة تفصلنا عن نهاية أحداث هذه المواجهة. قحطان كثير في موقف لا يحسد عليه الآن، وفريقه متأخر بهدف واحد مقابل لا شيء في هذا الحوار الكروي في ملعب زاخو. دخول الآن لنادي الطلبة اللاعب اللي يحمل رقم 17، دخول محمد زامل، وأيضا لاعب رقم 17 في تشكيلة فريق نادي الطلبة هذا هو علي خليل لاعب يحمل رقم 17 القادم من السماوة الآن في تشكيلة فريق نادي الطلبة. دخل قبل لحظات محمد زامل يترك أرضية الملعب. محاولات هجومية لزاخو من جديد، محاولة مبعدة من حمود مشعان، أقرب لها ستيفن بافور أو اللاعب دريسنيان المتراجع إلى الخلف. محاولة للطلبة، يمرر الكرة إلى جهة اليمين باتجاه فنجان، يلعب كرة طويلة تعبر خط المنتصف. محاولة للطلبة أقرب أو مبعدة من أمام زياد أحمد اللي مثل فريق نادي زاخو ويحمل شارة القيادة للطلبة في هذه المباراة. تماس لمصلحة الطلبة، تلعب من فراس فنجان، راجعة من جديد، ما سيطر عليها فراس والكرة تطول إلى الخارج. تماس لمصلحة نادي زاخو. هدف واحد مقابل لا شيء، هي نفس النتيجة اللي سجلت في عام 2002 أول لقاء جمع الفريقين، انتهى لصالح زاخو بهدف واحد مقابل لا شيء. الموسم الماضي آخر مباراة جمعة الطلبة مع زاخو أيضا انتهت بهدفين مقابل هدف واحد لزاخو، سجلها زياد أحمد لاعب الطلبة الآن، وأيضا هيليو مونتيرو، وسجل الطلبة محمد خالد جفال. حمود مشعان، فراس فنجان، البحث عن التعديل، تلعب رمية تماس. هيليو تطول الكرة من أمامه، هيليو مونتيرو، تماس لمصلحة الأنيق، تماس لمصلحة الطلبة، تلعب الكرة راجعة لمنتصف، تمريرة باتجاه فراس فنجان، رأسية عن كل الكرة تطول حميد حاجي يبعدها، راجعة من جديد يسيطر على حميد، يمرر الكرة إلى فرانك سيدريك، فرانك تغيير لعب الجهة البعيدة، رأسية مقطوعة من حمزة عدنان، يسيطر عليه علي خليل دخل قبل لحظات، واحدة من الأوراق اللي نزجها الكابتن قحطان كثير، وكرة داخل الجزاء، كرة داخل منطقة الجزاء، اعتراض من لاعبي فريق نادي الطلبة، المطالبة بركلة جزاء، والحكم يشير إلى استمرارية اللعب. الحكم يشير إلى استمرارية اللعب وسقوط أحد لاعبي زاخو داخل منطقة الجزاء، اعتراض من قبل علي صلال. الحالة اللي ماضية اللي شفناها خلينا نشوفها بالإعادة، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، علي صلال يعني نترك الحالة إلى الأهل الاختصاص، سحب
بسيط، ولكن لا نستطيع أن نقدر ما إذا كانت ركلة جزاء وامتعاض يبدو على محيا الكابتن قحطان كثير، وكانت مطالبات بركلة جزاء لمصلحة الأنيق. المباراة تستمر الدقيقة 73، تلعب الكرة طويلة من زاخو، مبعدة ركنية أو رأسية عذرا، محاولة جديدة، كرة خطرة راجعة سيطر عليها من جديد سيدريك، فرانك سيدريك مبعدة من دفاعات نادي الطلبة في المنتصف، ما سيطر عليها، تعود من جديد هيليو مونتيرو، رأسية من حمزة عدنان إلى الخارج، وروح رياضية رغم تأخر طلبة بهدف واحد، ولكن حمزة عدنان يبعد الكرة من أجل تلقي العلاج للاعب الكاميروني فرانك سيدريك. شوفها من جديد، محاولة للتوغل، صراع سنغالي كاميروني في أرض هذا الملعب، ملعب زاخو، واعتراض من قحطان كثير على الحالة اللي حدثت قبل لحظات، وبالتأكيد الحكم الدولي زيد ثامر أقرب إلى الحالة، يعني الحالة اللي حدثت قبل لحظات. والدقيقة 74، زاخو يتقدم بهدف واحد مقابل لا شيء. الشوط الأول أيضا مباراة نوروز ونفط ميسان اللي تجري على ملعب السليمانية، لا يزال أيضا تعادل حاضر ما بين الفريقين. نفط البصرة والكهرباء في تمام الساعة 5، وأخيرا درب العاصمة الحبيبة بغداد. المباراة المرتقبة بين القوة الجوية والشرطة أيضا في تمام الساعة 7:30 بتعليق زميلي حسين الساعدي. جانب من الجماهير الكبيرة اللي تحضر مباراة هذا اليوم، ملعب زاخو الدولي، حضور جيد للجماهير لمؤازرة زاخو في هذه المباراة. زاخو الطامح للوصول إلى مراكز أفضل، الآن هو يحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة، فوز أيضا يعطيه تقدم وأفضلية، والتقدم بمركز أفضل في لائحة الترتيب للدوري العراقي هذا الموسم. الكرة لا تزال حتى الآن، إعادة خلينا نشوفها بالإعادة. الكرة داخل منطقة الجزاء، سحب من الخلف للاعب فريق نادي الطلب، ولكن بالتأكيد يبقى القرار الأول والأخير لقاضي المباراة الدولي زيد ثامر. تماس لمصلحة الطلبة، حمزة عدنان يلعب رمية تماس، ما يسيطر عليه زياد أحمد، تلعب الكرة من علي خليل، يعيد الكرة، تماس لمصلحة زاخو، برونو أوليفيرا يلعب رمية تماس، تلعب الكرة جهة البعيدة، لوكاس سانتوس من جديد، أبناء السيليساو، فرانك سيدريك راجع الكرة للخلف، فرانك من جديد، هات وخذ، مقطوع الكرة من أمامه، مبعدة في المنتصف، سحب وإعاقة وخطأ لمصلحة فريق نادي الطلبة، خطأ ضد اللاعب حميد حاجي. تلعب الكرة باتجاه فراس فنجان في جهة اليمين في المنتصف، يحاول يتخلص، تبعد الكرة من أمامه، تماس لمصلحة فريق نادي الطلبة، هذا هو حميد حاجي. دقيقة 74، لا يزال الكثير من الوقت من المتسع من الوقت لمصلحة الطلبة من أجل التعديل، وأيضا هناك فرصة كبيرة لزاخو لإضافة هدف ثاني خلال هذا الحوار الكروي. ملعوبة الكرة مبعدة من أمام حمزة عدنان، جماهير لا تزال تؤازر نادي زاخو في هذه المباراة. تماس لمصلحة الطلبة في الجهة البعيدة، حمزة عدنان على التنفيذ، يلعب رمية تماس، تلعب الكرة، محاولة زياد أحمد يحاول، الكابتن والقائد والمبعدة، ولكن الكرة إلى تماس أو رمية تماس. نعم، حكم زيد ثامر يشير إلى رمية تماس لمصلحة فريق نادي الطلبة. دخلنا في الدقيقة 78، تماس لمصلحة فريق نادي الطلبة، تلعب رمية تماس، زياد أحمد، حمزة، كرة عالية خطرة، ولكن أيضا ما سيطر عليها علي الصلال، والكرة تطول إلى الخارج. تماس لمصلحة زاخو في الجهة القريبة. محاولة هجومية للطلبة مستمرة، محاولات الطلبة الهجومية لا تزال تستمر من أجل إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة
من عمر هذه المواجهة. تلعب رمي التماس، راجع الكرة داخل أرضية الملعب من ياسر نعيم، يسيطر عليه حمود مشعان. حمود يعود يعني يبعد الكرة ولكن يتركها محمد شاكر إلى الخارج. حمود مشعان يعيد الكرة أيضا، وهذا هو محمد شاكر أبعد كرة خطرة عن مرماه في الدقيقة 62 من هذه المواجهة، وركلة مرمى لمصلحة فريق نادي زاخو. تبديلين أيضا، لاعب أمجد سعد يحمل رقم 7 في صفوف فريق نادي الطلبة، واللاعب الآخر يحمل رقم 2 أحمد خالد. إذن على وشك الدخول أمجد سعد القادم من السماوة. تلعب الكرة جهة البعيدة، حمزة عدنان يبعد الكرة، يسيطر عليها من جديد علي خليل. علي يحاول يتخلص، يتعرض إلى إعاقة ويحصل على خطأ. هذا هو حميد حاجي رقم 7. الآن أمجد سعد في تشكيلة فريق نادي الطلبة، وخروج اللاعب رقم 66 فراس فنجان. إذن فراس فنجان يترك أرضية الملعب، وأيضا راح يشاهد اللاعب الآخر أحمد خالد، وخروج اللاعب ياسر نعيم. إذن ياسر نعيم يترك أرضية الملعب ويدخل بدلا عنه أحمد خالد 25 سنة القادم من نفط ميسان، مثل أندية الكرخ والطلبة والقوة الجوية، وأيضا مثل نادي زاخو. خطأ لمصلحة الأنيق في الجهة البعيدة، الباحث عن عودة الهيبة، الباحث عن العودة إلى الأناقة. كرة داخل منطقة الجزاء مبعدة من دفاعات فريق زاخو. تعود الكرة من جديد، رأسية ما سيطر عليها ستيفن بافور. زيد تحسين لا على التعيين، سيطر عليها ياسر قاسم. لوكاس سانتوس حاول يتخلص، ياسر يلعب الكرة ولكن الكرة تطول إلى الخارج. ما شفنا المستوى الفني المميز لهذا اللاعب خلال هذه المباراة. عودنا أن نشاهد يقدم أداء أفضل خلال المباريات اللي خاضها مع منتخبنا الوطني، ولكن حتى الآن لم يقدم ياسر قاسم المستوى المتوقع. كرة عالية داخل الجزاء، هجمة لمصلحة فريق الطلبة مبعدة، يسيطر عليها من جديد ستيفن بافور. راجعة إلى أحمد خالد، أحمد يعيد الكرة إلى الخلف لمصلحة حمود مشعان. حمود يمرر الكرة مبعدة طويلة من الطلبة في المنتصف، يرد عليها لاعب زاخو والكرة تعود إلى دولوفان مهدي. دولوفان يلعب الكرة في اليد إلى جهة اليسار، تلعب كرة طويلة رأسية مبعدة من دفاعات فريق نادي زاخو. المحاولات مستمرة، تمريرة بينية قصيرة من أحمد خالد. بافور من جديد، راجع إلى أمجد سعد. أمجد يلعب كرة عالية أيضا، ابعاد في اللحظات المناسبة. ياسر قاسم يتوغل، ياسر يتخلص من لاعبين، مرر الكرة فرانك سيدريك، هجمة خطرة لمصلحة فريق نادي الزاخو. محاولة سيدريك وحلوة يا دولوفان مهدي، حلوة يا دولوفان مهدي، تسديدة رائعة وتوغل أروع من فرانك سيدريك الكاميروني، ولكن دولوفان مهدي في المكان المناسب. راجعة يسيطر عليها إدريس نيانج. الطلبة من جديد، حمود مشعان. فرانك سيدريك يصنع الفارق اليوم حقيقة، حتى الهدف كان بسبب التسديدة اللي سددها على دفاعات الطلبة، وأكملها اللاعب كايك أوليفيرا، معلن عن تقدم زاخو بالهدف الأول. محاولة كان من الممكن أن تكون هدف التقدم الثاني لنادي زاخو، محاولة مراوغة وبالتالي سدد، ولكن دولوفان في المكان المناسب. ركنية الآن لمصلحة فريق نادي الطلبة. علي خليل في الجهة البعيدة، توجيهات من الحارس محمد شاكر. ركنية لمصلحة الجهة البعيدة لمصلحة الطلبة. كرة عالية رأسية ولكن أيضا ما سيطر عليها والكرة تطول إلى الخارج. زيد تحسين حاول أن يسدد برأسه، راجعة من جديد إلى أحمد خالد، مقطوعة من جهة اليسار لمصلحة فريق نادي زاخو. حميد حاجي يتقدم، يمرر الكرة تمريرة ولكن مبعدة، راجعة من جديد يسيطر عليه أحمد خالد، مقطوعة من نادي زاخو. ياسر قاسم يتوغل، ياسر يمرر الكرة ولكن أيضا تبعد. ياسر كرة خطرة، خروج خاطئ للحارس دولوفان مهدي، كاد أن يكلف الطلبة الكثير.
كاد أن يكلف الطلب الكثير إثارة ومتعة في اللحظات في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. بافور يتقدم، بافور يتقدم، زياد أحمد، زياد ما سيطر عليها، محاولة للطلبة ولكن استبسال دفاعي رائع من لاعبي فريق نادي زاخو في هذه اللحظات. هذا هو أركان أمير وتماس جديدة لمصلحة فريق نادي الطلبة الباحث عن التعديل. إدريس نيانج، كرة على داخل الجزاء مبعدة من محمد شاكر حارس مرمى فريق نادي زاخو. راجع للطلبة من جديد، محاولة للتوغل، هجمة جديدة، هجمة يحاول تسديد من بعيد ومحمد شاكر يسيطر على الكرة. محمد شاكر يسيطر على الكرة. نشوفها بالإعادة، توغل للاعب منتخبنا الوطني السابق ياسر قاسم وإبعاد وخروج لدولوفان مهدي كاد أن يكلف الطلبة الكثير ويحرز من خلاله زاخو الهدف الثاني، ولكن المدافع أبعد الكرة وأبعد الخطر عن مرمى. تعود الكرة من جديد، جهة البعيدة، محاولة للطلبة، حمزة عدنان، رمي التماس لمصلحة فريق نادي الطلبة. الأنيق يحاول، دخلنا في الدقيقة 84، تلعب رمي التماس، إدريس نيانج، حمزة عدنان باتجاه بافور، مقطوعة راجعة لفريق نادي زاخو في المنتصف، تبعد من لاعب فريق نادي الطلبة. تماس جديدة لمصلحة فريق نادي زاخو. كلام ويبدو هناك مشادة ما بين ستيفن بافور ولاعبي فريق نادي زاخو. الهدوء، الهدوء يا بافور. محترف الغاني في صفوف فريق نادي الطلبة. مباراة بالتأكيد يعني مهمة لكلا الفريقين كما ذكرنا لكم في بداية اللقاء. فوز الطلبة يعني الكثير وفوز زاخو يعني تقدم لمركز أفضل. الطلبة يحاول العودة إلى والاقتراب أكثر إلى فرق الصدارة الثلاثة الأولى، الشرطة والزوراء والقوة الجوية. وأيضا زاخو يحاول إضافة 3 نقاط مهمة لرصيده، سيما أن المباراة تجري على ملعبه وبين جمهوره، جمهور جيد وكبير يحضر مباراة هذا اليوم. توغل لاعبي فريق زاخو، فرانك سيدريك، مباراة جيدة قدمها هذا اللاعب. تمريرة إلى الكاميروني، محاولة جديدة، محاولة إلى لوكاس سانتوس البرازيلي، ولكن تقطع الكرة من أمامه. تعود من جديد إدريس نيانج، ستيفن بافور، محاولة توغل، مقطوع الكرة من أمامه أيضا. تماس جديدة لمصلحة فريق نادي الطلبة في الجهة القريبة. عبد الوهاب أبو الهيل، لحظات صعبة وعصيبة على كلا المدربين. عبد الوهاب أبو الهيل يطمح إلى نهاية المباراة والحصول على 3 نقاط جديدة ليصبح رصيده 14 نقطة. الطلبة يحاول التعديل على أقل تقدير والعودة إلى العاصمة بغداد وفي جعبته نقطة أخرى يضيفها إلى رصيده في مواجهة المباراة المقبلة مع نادي النفط. الطلبة في الجولة المقبلة التي سوف تنطلق في منتصف هذا الشهر ستكون مع نادي النفط، وزاخو سوف يلاقي الكهرباء. كرة ملعوبة إلى جهة اليمين، أحمد خالد، تلعب الكرة في المنتصف. ستيفن يحاول يتخلص، يتعرض إلى إعاقة، صافرة وخطأ وركلة حرة لمصلحة فريق نادي الطلبة. هذا هو فرانك سيدريك الكاميروني. إعادة في المنتصف، محاولة من إدريس نيانج، صراع أفريقي على ملعب زاخو، كرة داخل أرضية الملعب، محاولة توغل من أحمد خالد ولكن قطع في اللحظة المناسبة من حميد حاجي. تماس لمصلحة الطلبة، الدقائق الأربعة الأخيرة، الطلبة الباحث عن التعويض، كرة على داخل الجزاء، ستيفن بافور، مقطوع الكرة، مبعدة مشتتة من دفاعات زاخو، راجعة من جديد، حمزة عدنان، حمزة يعيدها ولكن مقطوعة يعني رأسية من دفاعات فريق نادي زاخو. تشتيت لكل الكرات الساقطة داخل منطقة جزاء فريق نادي زاخو. أحمد خالد، كرة عالية مبعدة من البرازيلي، يسيطر عليها الكاميروني في المنتصف. صراع الكاميروني فرانك سيدريك في الجهة القريبة. فرانك سيدريك محاولة يمرر الكرة إلى جهة اليسار باتجاه ياسر قاسم، ولكن أقرب لها زيد تحسين، يعيدها للحارس دولوفان مهدي. دولوفان يلعب الكرة طويلة، يسيطر عليها علي خليل يحاول في منتصف الملعب، يلعب كرة إلى جهة اليمين، تلعب الكرة
باتجاه أمجد سعد. أمجد تقطع الكرة من أمامه. حميد حاجي. زاخو يعود من جديد ولكن الكرة أيضا تطول وصافرة واعثار وخطأ لمصلحة فريق نادي زاخو في الدقائق الثلاث الأخيرة من عمر هذه المواجهة. دقائق الحرجة، الدقائق الصعبة، محاولة بالتأكيد لقتل الوقت من لاعبي فريق نادي زاخو. حميد حاجي اللي يحمل رقم 19، خطأ لمصلحة فريق زاخو، توغل، تخلص من اللاعب دريسن يانغ ولكن يتعرض إلى إعاقة والحكم الدولي وأيضا توجيهات. يعني شوف الملاك التدريبي لفريق نادي زاخو الكابتن الدولي السابق عبد الوهاب أبو الهيل يسعى لترك بصمة تدريبية في تدريبه لزاخو هذا الموسم. كرة ملعوبة إلى الجهة القريبة، سانتوس البرازيلي، لوكاس يحاول يتخلص، قتل الوقت بطريقة ذكية، مقطوعة من لاعبي فريق نادي الطلبة، تمرر إلى دريسن يانغ، يتعرض إلى إعاقة وصافرة وخطأ جديد لمصلحة الأنيق. هذا هو دريسن يانغ، خطأ لمصلحة الطلبة. زيد تحسين، حمزة عدنان، حمزة يلعب كرة طويلة، راجعة، ستر على فريق الطلبة من جديد، محاولة من علي خليل، محاولة تمريرة باتجاه بافور ولكن تبعد من أمامه، دفاع جيد حتى الآن، غلق جميع المنافذ أمام الهجمات الطلابية. فرانك سيدريك، كرة خطيرة، هي الهدف الثاني، سواها الدولي، سددها وسجلها ياسر قاسم، الدولي ياسر قاسم، والهدف الثاني لهذا اللاعب، سجل في شباك الشرطة ويعود ليطلق رصاصة الرحمة على الطلبة في هذه المباراة. ياسر قاسم، فرانك سيدريك قدم له كرة على طبق من ذهب. ياسر قاسم الخبرة الكبيرة انفرد بالحارس وأودع الكرة بكل اتقان وبكل ذكاء، وفرحة لاعبي زاخو في هذه المباراة. هدفين مقابل لا شيء لزاخو، ودخلنا في الدقيقة الأخيرة، هدفين، وزاخو هو الأقرب لخطف نقاط المباراة الثلاث. جماهير كبيرة تؤازر الفريق. ياسر قاسم 4 دقائق وقت بدل ضاع، أضاف حكم المباراة وسط فرحة الجماهير، وسط فرحة أبناء الخابور. نشوفهم بالإعادة، فرانك سيدريك، هاك روح قول، الله ياسر قاسم، الله ذكرنا بالمستوى. تحدثنا قبل لحظات أنه ياسر قاسم ما شاهدنا المستوى الحقيقي له، ولكن الآن استعاد بعض البريق وسجل الهدف الثاني لأبناء الخابور في مرمى الأنيق. الهدف الثاني لمصلحة فريق نادي زاخو. 4 دقائق، الدقيقة 91. شاهد الآن تبديل في صفوف فريق نادي زاخو، لاعب محمد عبد الكريم يحمل رقم 3، وفرحة الجماهير الزاخولية في هذه المباراة وفرحة الهدفين وسط حسرة هذا الحارس دولفان مهدي حارس مرمى فريق نادي الطلبة. تلعب زيد تحسين، الطلبة عاجز كان هذا اليوم عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام أبناء الخابور المدجج بالخبرة البرازيلية من أبناء السيليساو، من أبناء السامبا، اللي تركوا بصمة، اللي حققوا الفارق في مباراة هذا اليوم مع البصمة الأفريقية للمهاجم فرانك سيدريك الكاميروني، اللي صنع الهدف الأول ومرر الكرة إلى ياسر قاسم وسجل الهدف الثاني. حلوة لسيدريك، حلوة لزاخو على المستوى المميز اللي قدمه في مباراة هذا اليوم. وفريق نادي الطلبة بالتأكيد الدوري شاق وطويل، ومن الممكن التعويض خلال قادم المباريات. مباراة المقبلة مع النفط القادم من فوزين خلال المواجهتين الأخيرتين. كرة ملعوبة، أحمد خالد، كرة عالية ولكن الكرة تطول إلى الخارج، وركلة مرمى لمصلحة فريق نادي زاخو. سلامات يلاعب فريق نادي زاخو فرانك سيدريك، والله حسدناه هذا اللاعب. فرانك سيدريك الكاميروني يتلقى العلاج. دائما ما نتحدث عن اللاعبين المحترفين نقول انهم دائما يصنعون الفارق. نعم
يصنعون الفارق. شاهدنا هذا اليوم في تشكيلة فريق نادي زاخو التواجد البرازيلي والكاميروني، ولكن البصمة التي لم تظهر من قبل لاعبي فريق نادي الطلبة دريسن يانغ، وأيضا تواجد الغاني ستيفن بافور. تماس جديدة لمصلحة الطلبة. اللحظات الأخيرة من عمر هذه المواجهة، تلعب الكرة حمود مشعان ما سيطر عليها، راجعة من جديد زيد تحسين، حمزة عدنان في المنتصف يحاول يتخلص، تقطع الكرة من أمامه، تماس لمصلحة الأنيق في الجهة البعيدة، حمزة عدنان على التنفيذ. الدقيقة الأخيرة، اللحظات الأخيرة، زاخو هو الأقرب بالتأكيد. 3 نقاط جديدة يضيفها لمصلحته في خلال هذه المواجهة. رأسية مبعدة، كرة خطيرة، ولكن تسديدة طائشة، تسديدة طائشة من علي خليل. بالتأكيد الآن الوضع النفسي لجميع اللاعبين، الشد العصبي يدعو إلى الهدوء، ولكن هذه حال كرة القدم، هذا هو حال كرة القدم. زاخو اجتهد وثابر وسجل هدفين، وبالتالي يستحق نتيجة الفوز في هذه المباراة. مبارك لأبناء الخابور النتيجة اللي تحققت هذا اليوم، وهارد لك وحظ أوفر للأنيق في قادم المباريات، في مباراته المقبلة. الدوري طويل بالتأكيد وشاق. من جديد تعود ياسر قاسم صاحب الهدف الثاني، أقرب إلى حمزة عدنان، يحاول يبعدها حمزة في الجهة البعيدة، صراع على الكرة، تلعب الكرة وإلى تماس لمصلحة فريق نادي الطلبة. الوقت الأصلي والإضافي انتهى أعزائي المشاهدين. بانتظار صافرة الدولي زيد ثامر تعلن عن نهاية هذه المواجهة. ملعوبة من حمزة عدنان، زيد تحسين، تمريرة قصيرة حمود مشعان، جهة اليمين أحمد خالد. أحمد، هجمة قد تكون هي الأخيرة لمصلحة الطلبة لتقليص الفارق. يمرر الكرة دريسن يانغ، يعيدها من جديد إلى الخلف. حمود مشعان، حمود يلعب كرة طويلة، كرة طويلة رأسية مبعدة، واستقتال دفاعي من أبناء الخابر في هذه المباراة. الدفاع المستميت من نادي زاخو، كرة على داخل الجزاء مبعدة، ولكن أيضا يسيطر عليها فريق نادي زاخو. شفان جميل، وهذه صافرة الختام من قبل الحكم الدولي زيد ثامر. أعزائي المشاهدين، تعلن عن نهاية مواجهة زاخو مع الطلبة بفوز زاخو بهدفين مقابل لا شيء. مبارك لزاخو ال3 نقاط اللي حصل عليها، وأصبح رصيده 14 نقطة، وهارت لك وحظ أوفر للطلبة في قادم المباريات. أعزائي المشاهدين، أتمنى أن أكون قد وفقت معكم في نقل وقائع وأحداث هذه المواجهة. شكرا لحسن المتابعة، ملتقانا وإياكم في أقرب وقت ممكن. شكرا لكم وإلى اللقاء.